السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزل فلاون. البرلمان الأوروبي قرر أن يدين المملكة المغربية في تورطها أولا في الرشاوي داخل البرلمان الأوروبي، وفي نفس الوقت على ما يتعلق بالحقوق الإنسان في المملكة المغربية، وخاصة بالقضاء المغربي التي يقول الاتحاد الأوروبي أن المملكة تحكم وتعتقل كل شخص التي يحاول تحدث على حقوق الإنسان في المملكة المغربية، وأن هذا الأمر لا يجب السكوت عليه. لكن نحن نرى أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتدخل في شأن الداخلي للمملكة المغربية، وبطبيعة الحال هذا هو القرار الذي أخذته المملكة المغربية، وأن الاثنين المقبل سيكون هناك ردا قويا من البرلمان المغربي ضد البرلمان الأوروبي فيما يتعلق بالتدخل في الشأن الداخلي للقضاء المملكة المغربية. والسلام عليكم. أزل في الله.